لو لسه محتارة تعملي غدا ايه النهارده، جربي طريقة الأجنحة دي، تتبيلتها سهلة وطعمها يجنن والكل هيطلبها منك على طول. نبدأ ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نبدأ ونسمي الله. هاتي يا ست الكل الكمية اللي انت محتاجاها، واقطعي الحتة اللي تحت اللي هي الضوفر دي، وممكن تقطعي الجناح على 2 وممكن تسيبيه الأسهل ليكي. أنا هنا فضلت اللي أنا هقطع الجناح على 2. نبدأ نعمل المحلول. هجيب بقى كمية المية على قد كمية الأجنحة بتاعتي، هنزل بليمونتين 3، معلقتين كبار ملح، معلقة كبيرة سكر، هدوبهم كويس قوي. هنزل بقى بكمية الأجنحة اللي أنا مستخدماها، وهسيبها في محلول النقع بتاعها ده من نص ساعة لساعة. بعد كده شطفتها كويس قوي وسبتها في المصفى جنبي تتصفى. هجيب بقى سكينة تكون حامية شوية، واحاول ان انا اعمل فتحات صغيرة كده في الأجنحة علشان التتبيلة تدخل جوه اللحم بتاعي. اهم خطوه ديت هتنقلك الاجنحه بتاعتك في حته تانية خالص. التوابل بتاعتي عباره عن ملح، فلفل اسمر، بصل باودر، توم باودر، توابل فراخ، بابريكا، بس انا نسيت احط البابريكا دلوقتي، هحطها في الاخر معاكم. المكون بقى اللي هينقلك الاجنحه بتاعتك كده ويخليها طريه هي علبه زبادي او 3 معالق زبادي، وكمان هنزل ب3 4 معالق زيت زيتون. ما عندكيش زيت زيتون ممكن تستبدليه باي نوع زيت عندك. قلبيهم بقى كويس وظبطي الملح بتاعك. هنزل بقى بالاجنحه بتاعتي، وعلشان تاخدي نتيجة كويسة كويسة لازم تسيبيها في التتبيلة دي من ساعتين، أقل حاجة ساعة. أنا بصراحة عملتها من بالليل وتبلتها وسبتها في التلاجة لتاني يوم. يلا نقفل الصينية بتاعتنا. هاتي ورق الزبدة وبعد كده ورق الفويل وقفليها كويس قوي ودخليها الفرن على درجة حرارة 200. مشغلة الفرن من الأول على الرف اللي تحت. هتاخد معاكي ساعة بالظبط. أول ما تحسي الأجنحة بتاعتك استوت هنشيل ورق الفويل ونسيبها تحت الشواية 5 دقايق علشان ندي اللون الجلد الحلو ده. هاتي معلقتين صلصة عليهم معلقتين كبار كاتشب، حبة ملح وفلفل أسمر، ونزيد 3 4 معالق زيت. طلعي بقى الصينيه بتاعتك من الفرن بعد ما اتاكدتي اللي هي استوت، وهتاخد اخر 5 دقايق تحت الشوايه. ادهني الصوص اللي احنا عملناه ده مع بعض، ادهني الفراخ بتاعتك والبطاطس ودخليها تحت الشوايه 5 دقايق. لو تعجبكم، لو عجبك الفيديو ما تنسينيش في اللايك والشير، وسلي على رسول في الكومنتات، وربنا يحسن ما بين ايديكم.